السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ معاكم محمد عاطف وحلقة جديدة من برنامج خليك حريف. وصلك الفيديو انزل اخبط اللايك، لو انت مش مشترك في القناة انزل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. ويلا بينا نتكلم عشان في كلام كتير عايزين نقوله. النهاردة 26/8/2024 ولحد دلوقتي النادي الاهلي ما خلصش غير في صفقتين. اشرف داري لحد دلوقتي مش هطمن غير لما يلبس التيشيرت بتاع النادي الاهلي، غير كده انا ماليش دعوه بكلام المواقع والكلام ده كله. سؤالي هنا للناس اللي مسؤوله في النادي الاهلي في لجنه التخطيط ولجنه التعاقدات، مستنيين ايه عشان نتعاقد مع اللعيبه؟ لما انت كل شويه حد من النادي الاهلي يطلع يقول اصل في صعوبه في محمد علي بن رمضان، من امتى والنادي الاهلي بيبقى عنده صعوبه في التعاقد مع لعيب؟ طالما انت مش عايز تقسط، او النادي اللي قدامك مش عايز موضوع التقسيط، طب انت كمان ما تقسطش اللعيبه اللي انت بتبيعها. انت داخل على معمعه، هتبداها بالسوبر الافريقي قدام نادي الزمالك، ومحدش يقول ان نادي الزمالك اصله واقع والكلام ده كله، لا الكلام ده ما فهموش. الوطن العربي كله بيستنى ماتش الاهلي والزمالك، نادي الزمالك نفسه مستني يلعب الماتش دوت عشان يثبت ان هو نادي قوي، لان هو خارج من موسم كارثه ما خدش منه غير الكونفدراليه، ولسه خارج من كاس مصر الاسبوع اللي فات. فهيبقى داخل قدامك الماتش دوت، واكون او لا اكون من الاخر لازم يكسب عشان يثبت ان هو نادي كبير. انت بقى مشكلتك ايه؟ لما انت لحد دلوقتي ما تعاقدتش غير مع يحيى عطية الله، واللي لولا ان كريم فؤاد جاله صليب انت ممكن ما كنتش تتعاقد معاه اصلا. طيب هل جبت بديل محلي ليه؟ لا. محمد عبد المنعم انت مشيته، جبت بديل؟ هتقول لي ايمن يوسف. احنا لسه احنا ما كناش نسمع عن ايمن يوسف دوت غير لما النادي الاهلي اتعاقد معاه. واشرف داري زي ما قلت لكم ان مش هطمن غير لما يلبس تيشيرت النادي الاهلي. مش هنعمل زي صفقة بالعيد بعد ما النادي الاهلي قال لك خلاص الصفقة تمت، رجع قال لك لا اصل احنا فشلنا في التعاقد معاه. ما احنا عايزين حد يطلع يقول لنا ايه سبب الفشل وايه سبب التأخير. طب هل انت في المهاجمين جبت مهاجم مع أسامة أبو علي؟ لا ما جبتش. طب جبت بديل ليه محلي؟ لا. طب أليو ديانج انت مشيته، هل جبت البديل ليه؟ مفيش بدايل قدامك. وبدل ما انت بتحافظ على اللعيبه انت عمال تمشي في لعيبه، وبنسمع حجج ومبررات سخيفه ملهاش اي 30 لازمه. وفي الاخر لو النادي الاهلي طلع من غير ولا بطوله السنه الجايه، كلنا بلا استثناء هنرمي اللوم على المدرب. والمدرب ما اثرش في حاجه. المدرب جاب قائمه لعيبه وقال انا عايز اتعاقد مع دول، والبدايل بتاعتهم لو انتوا ما قدرتوش مع على دول هاتوا دول. للاسف لحد دلوقتي صفر. الاسبوع الجاي انت المفروض هتبعت القائمه المبدئيه بتاعتك لماتش السوبر، ومش هيبقى فيها غير لو المفروض اشرف داري خلاص، يعني هيبقى اشرف داري ويحيى عطية الله ويوسف ايمن. غير كده انت ما عندكش، وعمال تمشي في لعيبه. مشيت احمد عبد القادر، ما بقاش عندك غير طاهر محمد طاهر، والله اعلم هيكمل ولا لا. ومش هي ولو كمل هيبقى عندك كده حسين الشحات ورضا سليم وطاهر. فياريت يبقى في تحرك زياده عن كده، وفي الاخر ما نجيش يعني نلبس لعيبه كسر ونقول اصل هو ده اللي موجود. يا ريت اداره النادي الاهلي تتحرك بسرعه، مفيش وقت. شكرا.